مصر لليوم انه كل غدا تتغدى عند السيده انطوانيت والدتك، يعني ما بتكفي الا انك بالحالات الطارئه مستحيل، ما فيني ما اطلع اتغدى عند امي. او اذا ما تغديت عم بقول لك بالحالات الطارئه بدي اقطع شوفها، يعني ما في مشكله. بتسلم عليها وبتقعدوا بتحكوا بتخبرها؟ ايه. بتبح لها كل شيء، بتخبر اسرار لامك؟ اوقات ما بخبرها بس هي بتعرف. امي مش ام بس، امي رفيقتي، رفيقتنا بالبيت هيك نحن. يعني فارس خيي مجوز وعنده ولدين، احلى شيء عنده بس ينام عند امي. عرفت علي؟ لانه امي الله يخلي كل امات العالم يعني بدون تجبر ولا شيء، بس انا يعني عندي اياها ما راح تطلع، ما عم تطلع معي لانه على الهواء. خلينا نقول عندي الله وامي. امي احلى شيء عندي بالدنيا امي. عانت معك؟ كثير. عانت كرمالك؟ كثير. كانت حدك بكل الظروف الصعبه؟ ولا لحظه تركتني. انا اللي غلطان معها، انا غلطت بحقها باوقات معينه، بس انه مش لانه تعلمت، لا، بس من اول لحظه خلفتني امي لليوم كل بفتح عيوني الصبح بقول ان شاء الله اكون عند حسن ظنك وكون مرضي، لانه شو ما عملت ما بتستاهل. لما نهمل حالنا نحن الاولاد، نهمل حالنا نؤذي حالنا، قد ايه بنكون عم ناذيهم لهم كمان؟ مثل هالشو الولد ما بيعرف، الانسان ما بيعرف الا بس يصير عنده اولاد بيعرف شو قيمه الاهل. عرفت قيمه اهلك اليوم اكثر؟ من اول ما خلقت بعرف قيمه اهلي.